بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كن داعية. لا بد أن يكون معه ما يعضده في دعوته. كيف؟ الناس منهم طلبة علم، ممكن أن يدعو بما حفظ الكتاب أو شيئا منه، حفظ السنة أو شيئا منها، حفظ وعلم فهو سيدعو بما آتاه الله جل وعلا. آخر يحتاج إلى أن يكون معه السلاح من الكتب والأشرطة والنشرات. الكتيبات تكون معك في كل حال، كتيبات باللغة العربية فيما يدعى الناس إليه ويرشدون، كذلك باللغات الأخرى. إذا أردت أن تكون داعية، ونؤكد ونقول كن داعيا واحرص على ذلك في كل مقام، اجعل معك السلاح دائم معك في حقيبتك في سيارتك. ربما تأتي تريد أن مثلا، على مثال، تريد أن مثلا تأخذ بنزين، طيب ما في فرصة للدعوة، فرصة، هذا كتاب وهذا شريط، لكن إذا لم يكن معك فكيف سيبقى أثر هذه الدعوة؟ يكون معك كتابا نافعا، يكون معك كتاب نافع، يكون معك شريط نافع من الكتب المأمونة ومن الأشرطة المأمونة التي صدرت عن علم صحيح أو بأسلوب جيد يوعي الناس. لا تتوقع ماذا سيكون الأثر، ستذهب لكن الأثر عظيم. وأنا أضرب لك مثالا بقصة من القصص عجيبة. الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى، رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية ومن أنشأها في مصر، كان جاء من قريته كما حدث عن نفسه بعض المشايخ وحدثوا وسمعت منهم. درس في مصر في الأزهر، وفي الأزهر بحكم المنهج لا تدرس كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ولا كتب ابن القيم، ولا تدرس كتب السنة بتوسع من جهة المنهج، يعني هناك كتب أخرى إلى آخر. فلم يكن يعرف هذه الكتب أصلا، ودرس المنهج المعروف. بينما هو راجع إلى بلده قال بالسيارة: أردنا أن نقف في مكان فيه مثل الدكة، فيه مرتفع وجلوس قرب مزارع، يعني أراضي فيها زراعة. قل فنزلنا لنشرب بعض الماء وجلست، وإذا بالمكان الذي أنا فيه، المكان هذه الدكة فيها بعض الكتيبات، بعض الكتب والرسائل. وصاحب الحقل صاحب المزرعة هناك يقول يشتغل في الماء، يرتب الماء وينظر، وهو ينظر إلي وأنا علي لباس المتخرج من الأزهر، عليه الجبة والعمامة والى آخره، يعني يدل على أنه من طلبة العلم في الأزهر الشريف. جعل ينظر إلي ويشتغل، يقول: أنا أخذت هذه الكتب، وأول كتاب الذي وقع على عيني فتحته فإذا هو لابن القيم، اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية. يقول: فتأثرت، هذا الكتاب ما مر علي. يقول: ظننت أنا أن بدراستي في الأزهر من كل شيء مر علينا، هذا الكتاب ما مر علي. يقول: فلما جلست أنظر وأقرأ أتى هذا الشيخ الكبير
في حقله. وقال لي أنت تخرجت من الأزهر ويعني بعد حديث، هذه كتب لا تدرس في الأزهر، تحتاجها أنت في مكتبك، فخذها مني هدية لك. فقلبت حياة الشيخ محمد حامد الفقي، فرجع إلى بلده، ولما قرأ هذه الكتب، هذه الرسائل التي كانت في ذلك المكان، لما قرأها رجع إلى القاهرة مرة أخرى. قال فيممت نحو الشيخ من محمد رشيد رضا، لأن كان له مجلة المنار تصدر، واتصلت به وبدأت طريقا آخر. الرجل من هو؟ يقول لا أعرف. عالم اللي أعطاه الكتب مزارع في حقله روس، لكن كان معه السلاح، وهذا السلاح هل ذاك الرجل يعرف أن فلان هذا اللي جاء محمد أنه سيكون له وسيكون له من الأثر؟ لا يعلم عن ذلك شيئا، لكن النية الصالحة ووسيلة الدعوة السليمة موجودة، والإهداء موجود، وروح البذل موجودة، فحصل ذلك. لهذا نقول ليكن معك دائما سلاح الدعوة، ليكن معك ما تحفظ من الكتاب والسنة، ليكن معك ما هو موجود من الكتب والرسائل والأشرطة.